خسرت 2 مليون جنيه في البورصة بسبب الثلاث أخطاء دول، ويا ريت حد كان علمهم لي من بدري وقالهم لي. والكلام ده كان في سنة 2005 زمان وأنا لسه بتعلم. والصراحة هم ما كانوش 2 مليون، هم كانوا 300 ألف جنيه، لكن ما يعادل النهاردة حوالي 2 مليون جنيه، وده كان 70% من محفظتي. يعني كنت طيرت تلتين المحفظة ساعتها. رقم واحد، كنت فاكر إن أنا لازم أعمل وقف خسارة، وفاكر إن الوقف الخسارة ده حاجة صح، وبالتالي كان كل ما سهم يريح بيا أطلع بخسارة، فطبيعي كنت بخسر بطريقة متقطعة بشكل كبير على مدار السنة. رقم اتنين، كنت متخيل ان انا لو اشتغلت قصير الاجل وعملت مش عارف 5% مكسب هنا و3% ومش عارف ايه هطلع في الاخر كويس، واكتشفت ان محصله الطريقه دي بقى الخساره مش المكسب القليل. بس لما الوقت يعدي ساعات بتكسب في الاول بالصدفه والحظ. ولو عايز تتعلم ليه الطريق ده ممكن يؤدي الى الخساره، ولو عايز تعرف فكري في البورصه اللي اتعلمته على مدار ال 21 سنه اللي فاتوا بالطريقه الصعبه، هتلاقي لينك البدايه في التعليم في الجروب التعليمي المجاني اللي في الصفحه الرئيسيه في القناه، اللي جواه بوستات تعليميه كتيره مش بحطها هنا، بالاضافه الى وجهه نظري الشخصيه في بعض الاشياء. وهذه ليست دعوه للشراء ولا دعوه للبيع، وهذه ليست نصيحه ماليه. رقم ثلاثة، وده خطأ أغلبية الناس بتعمله، وعلشان كده أغلبية الناس بتخسر في البورصة للأسف. هو بيشتري سهم وبينسى الشركة. يا جماعة ماشي حلو، اتعلم كل حاجة وتعلم التحليل الفني وتعلم تبص على الشارت، لكن ما تنساش ان الحاجة الأساسية انك تبص على الشركة. انت شريك في شركة، طالما اشتريت سهم لازم تعرف أرباحها وتوقعات النمو المستقبلية والكومبيتيشن والظروف اللي الشركة دي بتمر بيها هي شخصيا، والقطاع كله على بعضه ماشي ازاي، والريسك بتاع القطاع، وفيه 500 حاجة لازم تبص عليها بغض النظر عن الشارت، بالإضافة للشارت والحاجات دي. بورصة يعني انت شريك في شركة، ما ينفعش تشارك حد وانت ما تعرفش هو بيعمل ايه. عايز تتعلم بورصه صح، هتلاقي نقطه البدايه في الجروب التعليمي المجاني اللي في الصفحه الرئيسيه في القناه.